اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عباره عن مطبخ. المطبخ ده عندي لسه هنا هيكون عندي هنا منطقه اللي هي البار، وعندي الفرش بتاع المطبخ هيكون موجود على شكل حرف يو. طبعا المطبخ لازم تهتم بادق التفاصيل فيه من حيث توزيع الكهرباء، من حيث توزيع الصحي، وعملنا فيديوهات قبل كده واتكلمنا عن كل بند فيهم بالتفصيل. بس لازم تخلي بالك في حاجات كده علشان تريح العميل في الاستخدام وهو بيستخدم المطبخ بعد الفرش. دي المرحله انا حبيت اصورها علشان تشوفوا تفاصيل معينه، طبعا دي بعد التشطيب بس قبل مرحله الفرش. اول ما بدخل المطبخ انا كمهندس او كشخص فاهم لازم اعرف اللي انا عندي هنا في صرف، وعندي هنا في صرف، وعندي هنا في صرف. طيب الثلاثه دلوقتي انا عرفت اللي عندي هنا في منطقه حوض، وعندي هنا في منطقه وعندي في غساله، وعندي في غساله. هو التاسيس بيقول كده، يعني مش انا اللي بقول، حتى لو اي شخص داخل. لكن فين مكان الحوض؟ انا ممكن اطلع فين مكان الحوض من اماكن توزيع الكهرباء. طيب لو جينا نبص، انا عندي هنا ارتفاعات الكهرباء بتكون دايما في المطبخ على 3 مناسيب. اول منسوب عندي اللي هو بيكون 60 سم زي ما انت شايف كده، تمام. وده بيكون لايه؟ بيكون للحاجات اللي هي اي حاجه هتستخدم فيها الكهرباء في الجزء اللي هو السفلي بتاع المطبخ. يعني انا عندي هنا في غساله، فهيكون ده البريزه بتاعتها، وهيكون ليها هنا مفتاح برضه للتشغيل والفتح. يعني مجرد ان انا بركب الغساله خلاص بفتح الغساله واقفلها من هنا من المفتاح. لو جيت تشوف هنا برضه عندي هنا بريزه، البريزه الثانيه دي اكيد في هنا بوتاجاز برضه هيستخدم برضه بالكهرباء، هيكون له برضه هنا مفتاح بيشتغل برضه اللي انا اشغل البوتاجاز. لو جينا نبص هنا نفس الكلام بالظبط، عندي هنا الصرف اللي هي الصرف والتغذيه بتاع الغساله الثانيه، هتلاقي برضو جنبها هنا بريزه. طيب انا عندي هنا الحوض، عامل هنا برضو بريزه جنب الحوض برضو. ليه عامل بريزه هنا؟ على اساس ان المنطقه بتاعه الحوض هيتركب فيها فلتر، تمام. فانا عامل برضو حساب الكهرباء، وعامل برضو حساب له برضو هنا بريزه للتشغيل والفتح. عندي هنا برضو السخان هيكون بيلت ان جوه المطبخ، هيركب هنا سخان فوري. فانا عامل حساب السخان الفوري اللي هو هيركب له السلك 6 مللي، ومراعي برضو الارتفاعات بتاعته بكل حاجه بالمقاسات في الوحده اللي هتركب هنا. وعندي برضو عامل المفتاح بتاع السخان، وعامله برضو بشكل مميز شويه علشان يكون معروف. ده طبعا في الجزء اللي هو السفلي. عندي لما بحط هنا البار بتاع المطبخ، طبعا بيكون عندي استخدامات، سواء هستخدم خلاط او سواء هستخدم اي ماكينه او اي جهاز او اي حاجه. فانا بعمل فرايتي في توزيع الكهرباء. هنا زي ما انت شايف موزع هنا برايز طبعا متوزعه، وعندي هنا البرايز اللي هي الثنائيه، وعندي برايز اللي هي الثلاثيه على اساس نوع الجهاز اللي هو جاي. ده في الجزء اللي هو ما بين البار، على اساس اللي ست البيت وهي واقفه هنا في المكان او في المطبخ ما تحتاجش لاي حاجه، عايزه تشغل كهرباء هنا، عايزه تشغل كهرباء هنا، بيكون كل حاجه عندي هنا متاحه. طبعا الكهرباء اللي هي في الجزء العلوي اللي انتم شايفينها دي طبعا بتكون على ارتفاع متر 80، تمام، او متر 70 زي ما انتم شايفينها، هي عامله هنا معايا متر 70. عندي الارتفاع الكهرباء اللي هي ما بين الوحده السفليه والوحده العلويه بتكون على ارتفاع متر 20 زي ما انتم شايفينها بالظبط، هي متر 20. طبعا الحاجات دي بنراعيها جدا في توزيع الكهرباء. طيب المفاتيح اللي هي العلويه اللي هي على ارتفاع متر 80 ديت بتكون ليه؟ بتكون للاجهزه الكهربائيه اللي هي بتكون بارتفاع عالي زي الديب فريزر او الثلاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنونا دايما، ويا ريت شير ولايك للفيديو. تابعونا دايما.